السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عم فانتازية من فوز مصر ضد الكوت ديفوار. مصر عملت الكلاشة مع الكوت ديفوار. بداية الماتش كانت بسرعة قوي، احنا ما لحقناش، احنا اتخضينا يا جماعة. هنا مصر بتجيب الجول الأول عن طريق مين؟ النجم العالمي الكبير نجم السيتي عمر مرموش. نفس الكوره بتاعت الماتش اللي فات، بس عمر مرموش المره دي ما ضيعهاش في اول ماتش برضه، بس شاطها صح المره دي. حبيبي يا مرمش. الجول ده بعد ما جه لخبط حسابات الكوت ديفوار، الدنيا بقت عندهم تضرب تقلب، وبعد الجول لقينا في ثقه زياده شويه لدرجه ان امام بقى بيلعبها بالكعب للاعيب الكوت ديفوار. يعني مش فاهم هو بيلعبها لمين يعني. انما عم حسام حسن عمل خطه، انما ايه بريم خطه، بيقول لك هنلعب 6 ورا ومش عارف كام واحد قدام، وكل المحللين قاعدين بيتكلموا قبل الماتش ويقول لك دول هيوصلوا الكوره ازاي لدول واحنا خايفين واحنا هنلعب ندافع امال هنجيب جول ازاي، ومخاوف مخاوف مخاوف. ونكتشف ان عم حسام لعبها بطريقه حلوه وعرف يعمل تواصل جيد بين الخطين، خط الدفاع الهجوم عن طريق الدين. مين هو يا عم فانتازيا؟ عندك النجم الموهوب الله يخرب بيت امام عاشور مع ده كام لقطه، وعندك النجم الثاني مروان عطيه، عملوا كونكتنج بين خط الدفاع وخط الهجوم. انما ايه روعه. وده ما كانش معناه ان احنا بندافع. خطه 6 ورا دي ما كانتش الفاء، كانت اللعب على الهجمه المرتده. عندنا 2 نجمين عالميين اسمهم، واحد اسمه صلاح واحد اسمه مرموش، واحد بيلعب في ليفر واحد بيلعب في السيتي. واحد اسمه محمد واحد اسمه عيد. محمد مات يفضل مين؟ عيد. واحد اسمه محمد واحد اسمه عيد. محمد مات يفضل مين؟ عيد. الجون الاول جاب ضغط وقطع الكوره، الجون الثاني لو تفتكروا برضه جاب برضه بنفس الطريقه، الضغط. الركنيه دي جت عن طريقه الضغط وتغليط الدفاع بتاعهم، لعبوها ركنيه وجت على دماغ رامي ربيعه. انما نزلت ايه الحته دي يا عم رامي؟ انت لو قصيدها مش هتعمل كده. خلينا متفقين ان الجونين اللي جم دول جون بركه، ومحدش كان متوقع اصلا ولا هنجيب جون في الاول ماتش كده ولا هنجيب جون في الشوط الاول تاني كمان. مش حد فاهم ايه اللي بيحصل، ده منتخبنا احنا، ومع ذلك احنا كنا سايبين الكوره الكوت ديفوار. وده كانت اكتر حركه ذكيه عملناها، عشان احنا ما بنعرفش نطلع في الكوره حلو، ما بنعرفش نكون احنا اللي ماسكين الكوره، لكن بنعرف نلعب على الهجمه المرتده وان احنا الفرقه اللي قدامنا تكون هي اللي ماسكه الكوره. دي كانت اكتر قرار صح عمله الكابتن حسام، ضمن ذكاء الكابتن حسام وخبرته القتيله والعلميه في افريقيا، ان هو رص المدافعين بتوعنا ورا ورص الفرقه كلها رصه نمائيه. تيم منظم جدا. كنت اول مره اشوف منتخب مصر بالنظام ده، عباره عن واحد بيطلع يضغط الثاني بيغطي في ظهره، واحد بيطلع يضغط الثاني بيغطي في ظهره. طول الماتش كنا بنحاول ان احنا ناخد الكره الثانيه ما نسيبهاش للكوت ديفوار، عشان لو كانوا اخدوها كانت هتعمل علينا احنا مشاكل كتير. وفعلا حاولنا ننجح في كده، في نقول 50% من الكرات. نيجي بقى للجول اللي دخل فيه من وجهه نظري التي ليس لها اي تقييم على الاطلاق. عم فانتازيا بتقول لك مش غلطه فتوح كان بيحاول يطلعها اصلا، بس هي جت، والشناوي كان المفروض يعمل على الاقل تراي عليها. يا عم الشناوي ما عملتش تراي عليها، اقف مكانه اثبت. الشناوي طول الماتش طالع راجع طالع راجع طالع راجع. الجول الثالث لمنتخب مصر، رامي ربيعه رفع الجهنميه لامام عاشور. امام عاشور يجري ويديها السلوك، انما داوى يا معلمي داوى، يدخل على رجل صلاح بخبره السنين يسند على المدافع اللي وراه بنفس حركه ماتش زيمبابوي، يسند على المدافع اللي وراه ويقوم ايه سندها في الجول. نجم يا صلاح، خبره السنين، خبره ليفربول. هتزعل يا عم ارني. نيجي للجول الثاني اللي دخل فيه برضه عم الشناوي. كان باين قوي ان الشناوي في حاجه غلط الماتش ده، مش فاهم في ايه. كابتن سعفان نبه عم الشناوي ان احنا ممكن نلبس جول ويضيعنا بالبطوله كلها بسبب غلطه من الغلطات دي. الجول اللي دخل فينا ده رعونه جدا من شناوي، رعونه جامده منه كبيره يعني. الكوره بيعملها كده. كل الاجوان وكل الجولين اللي دخلوا فينا انا شايف انها غلطه اساسيه من الشناوي، ومتاكد وشايف ان في اهتزاز في مستواه كبير. وبعد الماتش ما خلص كلمتين للاعبتنا الرجاله. قبل كده انا اتكلمت وحش وقلت ان اداء منتخب مصر تمرين كان اداء مخيب للامانه. بامانه المره دي انتوا غيرتوا كل الكلام ده، انتوا اللي رفعتوا راس كل المصريين، انتوا اللي حمستونا نرجع نشجع من تاني. انا كانت كل فرحتي لما شفت الناس في الشارع تاني قاعده بتبيع اعلام مصر وجواهر مصر عشان التشجيع. اخيرا رجعنا زي الاول، رجعنا بنشجع بحماس وعايزين نكسب وعايزين. رجعت الجمهور تاني ورجعت كل مصر تقف في ظهره. مفيش فرق بين زملكاوي ولا اهلاوي، مفيش فرق بين اي حد، كلنا ورا حلم التامنه، كلنا باذن الله وراكم لغايه ما ناخد البطوله. ان شاء الله كلنا هنكسب، ان شاء الله كلنا هنفرح بيك يا كابتن حسام، بيك يا صلاح، بيك يا مرموش، بكل اللعيبه، بكل القايمه. شكرا ليكم، انا معاكم عم فانتازيه.